عند اللاعب عباس ياس، نقله من عباس ياس لعلاء، هذه المرة علاء جول للموج الازرق، للسفينة الزرقاء وقبطانها علاء، للسفينة الزرقاء وقبطانها علاء عبد الزهراء، للسفانة من البصرة إلى بغداد. علاء عبد الزهراء يسجل أول أهداف المباراة لنادي الميناء. علاء عبد الزهراء اللاعب الخبرة يسجل الهدف الرائع بطريقة جميلة، بطريقة رائعة، أسكنها الشباك وسجل أول أهداف المباراة لنادي الميناء. تهيأت بتلك الرأسية من مهند عبد الرحيم لعلاء عبد الزهراء، حطها في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس محمد عباس، والهدف الأول الجميل لنادي الميناء. يواجه مهمة صعبة وهو يطرد وتلقى بطاقة حمراء، لكن أدرك بأنه كان مخطئا واعتذر بروح رياضية، وعدت الكرة نعم جاء التعادل. يا نهاد يا نهاد يا نهاد، بعد المرور وبعد العبور هدف التعادل لنادي الكهرباء عن طريق اللاعب نهاد محمد، يعدل نتيجة المباراة لنادي الكهرباء. نعم جاء هدف التعادل، وأصبح نادي الميناء يلعب بالنقص العددي بعد هذه التمريرات. أسيست جميل من منتصف الملعب، ونهاد محمد وضع الكرة في شباك الحارس عبد السليم حماد، وعدل نتيجة المباراة بهدف التعادل. 1 للميناء 1 للكهرباء، ونهاد محمد يسجل هدف التعادل لنادي الكهرباء. أصبحت الآن بهدف قابل هدف، هدف للميناء وهدف لنادي الكهرباء من نهاد محمد. الآن الصناطي ممكن أندريت الآن، وحكم المباراة يقول لا وجود لشيء بعد أن كانت المطالبة من اللاعب أندري الآن من الصناطي. ومرت الآن نهاد، يحاول نهاد الثاني جول ثاني. نهاد محمد ينهي الأمور بهدف ثاني لنادي الكهرباء بعد أن أضاع ركلة الجزاء. ينجح الآن ويسجل الهدف الثاني بالمباراة. ثاني أهداف المباراة للكهرباء من هذه الكرة وبهذه الطريقة، مشابهة للهدف الأول، أيضا كانت بأسيست جميل من منتصف الملعب، والآن بهذه الطريقة يسجل الهدف الثاني للاعب نهاد محمد، يضع الكهرباء في مقدمة المباراة. الاندفاع الزائد كلف الميناء هدف ثاني في المباراة.